في دبور بيعتبر أخطر حشرة في العالم، واللي يشوفه ما بينساهوش طول عمره. حبيت الغرائب والغموض؟ اشترك دلوقتي عشان نكمل رحلة. مش دبور عادي، ده اسمه الدبور الزمردي. المنظر بتاعه يخدعك، لونه أخضر لامع كأن جوهرة، بس الحقيقة إنه جواه شيطان صغير. الدبور ده مش بيقتل ضحيته على طول، لا، هو عنده طريقة أبشع، بيحقن سم غريب جوه دماغ ضحيته يخليه يفقد إرادته تماما، يفضل عايش لكن بيمشي لوحده ورا الدبور زي الزومبي بالظبط. كل ده وهو صاحي حاسس بس مش قادر يقاوم. بيمشي برجليه ناحية العش، وهناك بيبدأ الدبور يزرع فيه البيضة، ولما البيضة تفقس اليرقة تاكله من جوه وهو حي. الكابوس ده مش خيال من أفلام الرعب، ده بيحصل فعلا في آسيا، خصوصا في تايلاند والفلبين والهند، وكمان اتشاف فيه أجزاء منه في أمريكا الجنوبية زي البرازيل وزي كولومبيا. الناس هناك بيسموه القاتل الصامت، لأنك ممكن تشوفه وتحسبه دبور عادي، لكن هو في الحقيقة كائن بيحول فريسته لكائن تاني تماما. وفي القرى القديمة في آسيا كانوا بيحكوا إن نوع من الدبور ده بدأ يتطور ويبص على الإنسان مش كعدو، لا، كضحية جديدة. كانوا يقولوا اللي يسمع صوت جناحه في الليل مش بيصحى تاني. وفي الهند في أسطورة بتحكي عن راجل اتلدغ من الدبور ده، ومن بعدها بقى ما بيتكلمش ولا بيضحك ولا بيتحرك إلا لما يسمع صوت طنين. الناس هناك سموه الرجل الزومبي. بس الغريب إن في آخر كام سنة العلماء رصدوا حالات لدغات غريبة في أماكن تانية زي أندونيسيا والبرازيل، كلها بنفس العلامة، لدغة صغيرة خضرة وسلوك مش طبيعي بعد كده. فلو في يوم شفت دبور لونه أخضر زمردي وجناحه بيلمع في الشمس ابعد فورا، لأنك لو اتلدغت مش هتموت لكن ممكن تعيش بس مش بعقلك. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس واستنى فيديوهاتي اللي جاية.